ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي تحولوا من الشكل ده للشكل ده. ممكن الشكل ده برضه او الشكل ده. اول حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك واشتراك للقناة. اول حاجة هتخش على المتصفح تكتب ويند هوك بالشكل ده. هتدوس على اول رابط. بعد ما الموقع يحمل هتروح عند داونلود تدوس عليه وتنزل برنامج زيه زي اي برنامج تاني. هتستنى عبال ما التنزيل يخلص. ده برنامج بعد ما تنزله هتدوس عليه، هتسطبه عادي زيه زي اي برنامج. هتدوس على اوكي، بعدين نيكست، هتدوس يس، بعدين نيكست، بعدين انستول، وهتستنى عبال ما يحمل. A few moments later. بعد ما البرنامج يخلص هتدوس فينيش وتفتح البرنامج عادي جدا. هيظهر لك ويندو بالشكل ده. بعد ما يحمل هتروح عند ويندوز 11 ستارت منيو ستايلر، هتدوس على ديتيلز، بعد كده هتدوس على انستول، هتدوس accept risk and install وهتستنى عبال ما يحمل. A few moments later. بعد ما يحمل هتقوم مقلب في السيمز وتشوف انهي واحدة هتعجبك. بعد ما هتنقي هتدوس على settings، بعدين هتنزل لتحت عند سيم، هتدوس على اسم الشكل اللي عجبك. مثلا انا هختار side by side وهتدوس save settings، وده شكل قائمة البدء. زي ما انت شايفين الشكل اتغير. ممكن اختار شكل تاني مثلا زي row spine وتدوس save settings، وده الشكل بتاعه. ممكن برضو نجرب الشكل ده fluent to inspired، بعد كده save settings، وده الشكل بتاعه. وبس كده، ده نهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة.